السلام عليكم يا صديقي. بداية السيزون الثالث من الخميس القادم هتشوف أحدث الإيفنتات وأحدث الباكات وأحدث البيك تايم اللي هينزل في هذا الموسم يا جدعان. بس قبل ما نبدأ عايزك تصلح يا محمد عليه الصلاة والسلام. اذكروا الله يا جماعة الخير، لا إله إلا الله. وما تنساش تحط اشتراك للقناة ولايك عشان يوصل لأكبر عدد ممكن، وتفعل زر الجرس عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. ويلا بينا نبدأ بإيفنتات يوم الاثنين اللي نزلت يا جدعان. وأول حاجة معانا الإيفنت، أول حاجة يا صديقي معانا إيفنت لوكا مودريتش، وهو ده بيدي هدية مجانية يا صديقي تقدر تفتح بيها على الباك اللي هيروح له بالهدية. ومعانا تاني إيفنت يا جدعان، وهو وايفنت يا جدعان بيدي 50 كوينز. ومعانا الايفنت التالت وهو برضو بيدي يا جدعان 50 كوينز. انت معاك بتكون خلال اسبوع 100 كوينز من الايفنتات بس. ومعانا يا صديقي ايفنت الانترناشونال بيديك يا صديقي كمان بطاقات لتطوير اللعبه 10000 اكس بي. ومعانا يا صديقي ايفنت برشلونه بيديك 30000 جي بي. ومعانا الايفنت الاخير وهو بيديك 100000 جي بي يا صديقي. شركه كونامي يعني بتهتم بالجي بي عشان خاطر المستخدمين يشتروا لعيبه ويطوروا الاكونتات بتاعتهم وكده يا صديقي. وطبعا يا صديقي عندك بعد نهايه السيزون الثاني وبدايه السيزون الجديد اكيد في باكات جديده هتنزل وحوارات كتير كده يا جدعان، ولاعيبه محترفين. وغير كده في لعيبه الجوت يا جدعان اللي زي ليونيل ميسي ونيمار والناس ديت هتعرفهم. بس انا عايزك تعمل لي اشتراك الاول ويلا بينا نعرفهم يا جدعان واحد واحد. ليتس جو. وعندك يا صديقي هنتعرف عن اقوى بطاقه الجوت للاعب ليونيل ميسي يا جدعان. البطاقات دي بتنزل للاعيبه التاريخ فقط لا غير يا جدعان. البطاقه ديت هتكون من اشد واحسن بطاقات لليون ميسي نزلت له يا جدعان. وعندك لسه هنشوف ونزول هذه البطاقة برضو يا صديقي لدون كريستيانو رونالدو، زائد نزول نسخة تانية له في هذا الموسم، نسخة النصر السعودي يا جدعان. يعني هيكون ليه نسختين كريستيانو، بس نسخة الجوت يا جدعان هتكون من أفضل وأحسن النسخ اللي نزلت يا جدعان لكريستيانو رونالدو. النسخة دي زي ما قلت لك في الليون، النسخة متنزلش غير للاعيب التاريخ فقط لا غير. وتابع معايا يا صديقي عشان تعرف نزول اللاعبين البيك تايم وكل الباكات اللي هتنزل في تحديث سيزون 3 الخميس القادم يا جدعان. كل الباكات اللي هنتكلم عليها دلوقتي بالترتيب. وتابع معايا بس مش تنسى تعمل اشتراك في القناه ولايك عشان يوصلك كل جديد. وعندك يا صديقي باكج البيك تايم للاعب فيريرا يا جدعان، اللي هو اقوى لاعب دي ام اف هتشوفه. يعني من اشد واحسن البطاقات اللي هتنزل السيزون ده بعد كريستيانو والليون يا جدعان. وفي باكج اخر هينزل لاعب الارسنال، واللاعب ده قديم قوي يا جدعان مش فاكر اسمه ايه بالظبط خالص، مش عارف اسمه راسكي ولا ايه. المهم يا جدعان الراجل ده هينزل معانا في البطاقه 80، وبعد كده هيتطور ليفل ماكس 94، وفي الخطه هيوصل 97. ويوم الخميس هينزل معانا اللاعب بيرجام يا جدعان لاعب الارسنال. اللاعب ده قديم قوي يا جدعان، وهينزل بطاقة 85، وهينزل ليفل ماكس 96، وهينزل في الخطة في التشكيلة معانا 99 يا جدعان. لاعب الاس اس يعني هيكون جبار تسديدات صاروخية من اللاعب ده يا جدعان. ومعانا يا جدعان لاعب قديم من النادي البرشلوني. اللاعب ده يا جدعان انا اسمع عنه ان هو بص يعني تسديدات مش هقول لك. اللاعب ده هينزل معانا بطاقة 85، وينزل في الماكس بعد ما تطوره 96، وفي التشكيلة يا جدعان هينزل معانا 99 لاعب فات الاس اس. يعني هيكون بطاقة خرافية يا جدعان معانا. وايضا يا جدعان نزول العملاق بيتر كيتش يا جدعان، هيكون من احسن الحارس مرمى اللي هينزل في السنه دي يا جدعان. في سيزون 3 هينزل بطاقه 83، يتطور 95، ويوصل في التشكيله لليفل 98 يا جدعان، ويكون افضل حارس مرمى لسيزون 3. وايضا نزول اللاعب الدبابه دروجبا يا جدعان، يعني افضل خط هجوم هتشوفه في حياتك يا جدعان. دروجبا ده عليه رجل مش هقول لك. هينزل بطاقة 84، وبعد كده تطويره يوصل 96 في الخريطة، وفي التشكيلة يا جدعان ممكن يوصل ل 100 أو ليفل 99 لسه ديت بنتأكد منها. واللاعب ده يا جدعان والله ما اعرف اسمه ايه، بس انا اسمع عنه يعني بحثت عنه في السيرش لقيت انه لاعب دبابه بمعنى الكلمه يا جدعان. هيبقى خط وسط جامد. واللاعب ده يا جدعان هينزل بطاقه 85، ويجي تطوره ليفل هيوصل 96، وينزل في التشكيله 199 لسه برضه يا جدعان. اما تشوف التحديث هينزل نظامه ايه. ونزول لاعب اللي هيغطي على فان دايك يا جدعان الفرير، يعني لاعب سرعة من اسمه يا جدعان. وهينزل بطاقة معانا 83، وتطوير يبقى 95، وفي التشكيلة هيوصل ل 98 يا جدعان. يبقى أفضل خطوة هجوم في اللعبة أقسم بالله. وبكده يا صديقي يبقى وصلنا لنهاية الفيديو، بس عايزك تقدرني والله العظيم تعبت جامد الفيديو ده يا جدعان. قدروني بلايك واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم.